رسميا وبنسبة 90% امبابي في ريال مدريد خلاص بنسبة 90%. من ساعتين او من 3 ساعات باريس سان جيرمان طلع وقال تصريح ان امبابي خلاص مش هيكمل معاه لاخر السنة او مش هيجدد عقده، فده معناه بنسبة كبيرة ان امبابي رايح ريال مدريد. تخيل بقى لما امبابي يروح ريال مدريد مع انشيلوتي مع فينيسيوس مع رودريجو مع اللعيبة اللي موجودة حاليا، ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه القوة الضربة اللي ممكن تحصل ريال مدريد؟ تقريبا مفيش فريق هيقدر يوقفه باللعيبة اللي موجودة ديت. والجميل في ريال مدريد ان الفترة ديت بينزل باعمار اللاعبين، يعني انت عندك امبابي، فينيسيوس، رودريجو، بيلينجهام، فالفيردي، تشاوميني، كامافينجا، جولر، لعيبة كتير جدا صغيرة في السن ولعيبة جامدة جدا، لا ودخلت في الفريق واخدت خبرات مع كروز، مودريتش، بنزيما قبل ما يمشي، سيرجيو راموس برضو قبل ما يمشي، كارفاخال، لعيبة كتير جدا دخلت وسط المجموعة واخدت خبرة وخلاص بقت حاليا نجوم ونجوم شباك ونجوم جامدة جدا جدا. انت متخيل ان ريال مدريد الفترة الجاية هيبقى عامل ازاي؟ ريال مدريد الفترة الجاية حرفيا اقوى فرقة في العالم، ان هو على طول اصلا احسن فرقة في العالم واقوى فرقة في العالم. لا، الادوات اللي موجودة مع ريال مدريد حاليا هي فعلا اقوى واحسن لعيبه في العالم موجوده في الفريق حاليا. محتاج بس الخط الدفاعي يظبط شويه، وريال مدريد محدش هيقدر يوقفه الفتره الجايه. وده طبعا يرجع لبيريز اللي هو عامله دوت حقيقي، يعني تقدر تقول كده حرفيا معلم، بيعرف يعمل صفقات في الوقت المناسب، حرفيا معلم بريز. ربنا يستر عليا كواحد برشلوني بيحب برشلونه، ربنا يستر هيعملوا فينا ايه في ظل كل اللي بيحصل لنا ده، ربنا يستر.